حرفيا ده أسوأ نظام تدريبي ممكن تتمرن بيه في حياتك. يعني ما تنتظرش ان انت تتمرن بالنظام ده وتروح الجيم تلاقي نتائج، يستحيل. ليه بقى؟ عايز تعرف ليه؟ شوف الصور اللي بعد الفيديو ده، شوف قد ايه النظام ده دمر لي جسمي عشان التزمت بيه 30 يوم بس. النتيجة حرفيا هتحزنك، هتعرف قد ايه نظام سيء. مفيش حاجة اسمها أفضل نظام تدريبي، في حاجة اسمها النظام التدريبي اللي يناسبني ويخدم أهدافي. ده أفضل نظام تدريبي يكون مناسب ليا أنا، لشخصي أنا، مش لعامة الشعب. فأي محنك يطلع يقولك ده أفضل نظام تدريبي وما تتمرنش غير بيه، اعرف إن هو طالع يعمل كده عشان الريتش. واللي بيكلمك على النظام قول له وريني. تدخل تبص على اللي بيكلمك على النظام تلاقيه أصلا محتاج إبر لحمة. هو أنت يا عم مش راجل جامد وبتتكلم على أفضل الأنظمة وي 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 وإن ده النظام اللي مشطشط؟ هي فين عضلاتك؟ معلش فين عضلات؟ تعالى يا باشا انزل جيمات في مناطق شعبيه واوريك الناس اللي بتتمرن بدون اي علم خالص عندها عضلات عامله ازاي. ما تيجوا يا جدعان تشوفوا الكلام ده. يا جدعان والله العظيم لعبه السوشيال ميديا لعبه رخيصه. صباحكم فل.